سمعت نعاود لكم واحد اللعيبه. عرفتي الممثل اللي كان مثل الدور ديال سوبرمان شحال هذيك؟ كريستوفر ريفز. واحد العام غيدير اكسيدون غيطيح فوق العوم وغادي يتشلل تماما. ديك الساعات كنطلب من الاطباء ديالو انهم يديروا ليه دي زيكزيرسيس ديال ليكتريسيتي باش يستيميليو ليه السيرفو ديالو باش يحاول يعاود يتحرك. مي كانوا قالوا لي راه مستحيل انك دابا تشللتي، راه صافي نسى. وهو ما كانش فريمون ما مفاكش، قال لي مع ذلك بغيت هاد لي زيكزيرسيس نديرهم. الوغ كو هما قالوا لي من الاحسن انك تقبل ما بقيتيش تمشي على انك تقاوم بحال هكا، لا كان اسهل. هو قال لهم لا انا بغيت نبقى نديرهم ونشوف اش غيوقع. بقى 5 سنين تقريبا هو على هذا الحال، حتى غيبدا يتحرك بشويه بشويه، يبدا يحرك صباعو وهادي، غيبدا يعاود يحس بشويه ديال الموفمون في رجليه. ما عاودش كيتمشى 100%، ما عاودش الحركه 100%، ولكن في هذيك الوقيته هاد اللعيبه هذه كانت بمثابه معجزه ديال شي واحد اللي كان تشلل 100% تباراليزا ورجع ربح له لي موفمون ديالو اللعيبات. وهاد اللعيبه هذه بوحدها كانت حلات واحد الباب كبير في علم الاعصاب في النوروساينس اللي خلات العلماء يقلبوا على ابواب جداد وعلى حلول جداد ديال الناس اللي تشلوا. ومن هذا المنبر كنقول لكم اي اوبجيكتيف باغيين تحققوه، اي هدف باغيين توصلوا ليه في الحياه، واخا يبان لكم كبير، واخا يبان لكم ما عرفت شنو، وديما يجيكم ديك الافكار ديال لا انا راه باغي ندير هاد الحاجه ولكن راه ما دياليش واقيلا راه ديال الاخر، ديرها في بالك وتقاتل وغادي توصل. وما عمرك ما غادي تقدر تعرف كيفاش الا كنت فريمون دايرها في راسك غيتحلوا لك البيبان وكيتحلوا. هو عمرك تلاشي، عمرك ما تستسلم، تقاتل وبقى عاض حتى توصل داكشي اللي باغي توصل ليه. تشاو.